لو عندك أوراق فراخ استني بلاش تسلقيها، لأن النهاردة هنعمل بيها أحلى حمام كداب هيبهر أي حد يدوقه. ولو نفسك في حمام ومش متوفر عندك ما تقلقيش خالص، هقولك ازاي تعملي أوراق الفراخ بنفس حشوة الحمام، وهتطلع معاكي طرية ومليانة طعم ولذيذة بشكل مش هتتخيليه، وأنا واثقة إن شاء الله هتعجبكم جدا. ولو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان الوصفة توصل لأكبر عدد. عندي هنا 4 من أوراق الفراخ المخلية من العظم، لكن سايبة الجلد عليها لأن هو ده اللي هنقفل بيه الورك بعد الحشوة. اطلبوها كده من الفرارجي. أول حاجة بتبل الأوراق ببصلة كبيرة مبشورة ناعم مع شوية فلفل أسود وشوية ملح، وبعدها بدعك التتبيلة دي كويس جدا من جوه ومن بره وكمان من تحت الجلد. أنا عايزة الطعم يوصل لكل حتة في الورك. بعد كده بغطيها بستريتش رول وبدخلها التلاجة أقل حاجة ساعتين. ولحد ما الأوراق تتبل تعالوا بقى نجهز حشوة الرز. في حلة صغيرة بحط فيها شوية من الزيت ومعاهم كام ورقة من ورق اللورة وعود من القرفة. أول ما الزيت يسخن بنزل ببصلة كبيرة مفرومة ناعم، وبضيف عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومكعب من المرقة ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وبشوح البصلة لحد ما تدبل خالص. بعد كده بضيف كوباية من الرز المغسول وبقلبه مع الرز شوية، وبضيف معلقة صغيرة من الملح وبقلبهم تقلبتين، وبعد كده بنزل بمية سخنة يا دوب تغطي وش الرز، وبسيبه على نار هادية لحد ما يشرب المية تماما. أنا هنا مش عايزة الرز يستوي بالكامل، أنا عايزاه نص تسوية بس لأنه هيكمل تسوية جوه الأوراق. بعد كده برفع الرز من على النار بعد ما يتشرب المية وبفضيه في طبق واسع علشان بس يبرد، وبعدها بضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي ورشة محترمة من الفلفل الأسود، لأن حشوة الحمام بتحب الفلفل الأسود جدا فما تبخلوش فيها. نبدأ بقى نحشي الأوراق. بفرد الورك بالشكل ده وبحط الرز في نص الورك وبوزعه كويس جدا، وكمان بدخل جزء من الحشوة جوه الدبوسة، وبعدها بحشي ما بين الجلد وما بين اللحم. أهم حاجة توزعوا الحشوة كويس جدا جوه الورك، وما نملاش الورك زيادة علشان الرز وهو بيستوي ما يفرقعش مننا. بعد كده أبدأ أقفل الورك، بضم الطرفين على بعض وأقفلهم بالجلد بالشكل ده. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ وبكرر نفس الخطوات مع باقي الأوراق لحد ما أخلص الكمية كلها. بجيب واحد تاني وبحط الحشوة في نص الورك وببدأ أوزعها، وبرجع أحشي تاني من تحت الجلد وما بين اللحم وأقفله تاني كويس جدا. بعد ما خلصت حشوة الأوراق كلها، الرز اللي فاضل ده بكمل تسويته عادي جدا وبحضر له تتبيلة حلوة جدا وبدخلها الفرن. للتتبيلة هحتاج معلقة كبيرة من صلصة الطماطم ونص معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة ورشة فلفل أسود وكيس من المرقة الفورية وربع معلقة صغيرة من الملح وشوية من الزيت، وبقلب كل ده مع بعض كويس جدا. بعد كده أبدأ أدهن الأوراق بالتتبيلة دي من كل الجهات، من فوق ومن تحت، علشان تاخد الطعم واللون الحلو. ولو بتحبوا أي نوع خضار ممكن ترصوه تحت الأوراق، سواء جزر، بطاطس، فلفل، بصل، طماطم. ممكن تقطعوا كل الخضار ده وترصوه تحت الأوراق، هياخد من طعم التتبيلة وعصارة الفراخ وهيطلع معاكوا طعمه تحفة. بعدها بضيف كوباية من المية السخنة وبغطي الصينية كويس وبدخلها فرن يكون سخن من قبل كده على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، وبسيبها أول نص ساعة وهي متغطية. بعد نص ساعة بشيل الغطا واسيبها تكمل تسوية حوالي نص ساعة كمان لحد ما تستوي تماما وتاخد اللون الذهبي الجميل ده. ولو الفرن عندك مش بيوزع الحرارة كويس، شغال الشواية آخر كام دقيقة بس لحد ما تاخد اللون المطلوب، وكده الصينية خرجت من الفرن مستوية وطرية جدا وواخدة لون خطير. وده الرز اللي كان متبقي من الحشوة، كملت تسويته.
هوزع بقى الأوراق المحشية فوق الرز بالشكل ده، وكده يبقى الطبق معانا جاهز للتقديم. أنصحكم جدا تجربوا الوصفة دي، ولو متعودين تقدموا الفراخ بنفس الطريقة التقليدية جددوا المرة دي واعملوا أوراق الفراخ بالطريقة دي، وأنا واثقة إنها تعجبكم جدا. هفتح معاكم ورك علشان تشوفوا التسوية عاملة ازاي. شايفين قد ايه طرية ودايبة، والحشوة مالية كل حتة في الورك. أما الرز طعمه كان تحفة وواخد نكهة الأوراق والتتبيلة. جربوها في البيت لأن الوصفة دي هتخليكم تستمتعوا بطعم جديد ومختلف. وبس كده، وبكده تكون وصفتنا خلصت. أتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ياريت تشتركوا في القناة وما تنسوش اللايك والشير لو الفيديو عجبكم علشان يوصل لأكبر عدد. واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.